تخيل معايا كده حد بيدور على كنز وعشان يوصل له محتاج ينزل في 10 حفر مختلفين، وفجأة جه عند الحفرة الأخيرة ووقف وما وصلش للكنز اللي بيدور عليه، وقال أنا تعبت هريح شوية. وبعد ما ريح وفاق اكتشف إن الفرصة اللي كانت في إيديه راحت وملهاش رجعة. العشرة الأواخر من رمضان هم دول الفرصة للكنز، فرصة ما بتتعوضش تاني، المحطة الأخيرة اللي لازم تستناها عشان توصل. كان في شاب زي حالاتنا كده، شوية ذنوب شوية عبادة، وجه عليه رمضان وقال لك أنا السنة دي هتغير وهعمل كل حاجة صح. أول أسبوع من رمضان أدى نشاط وصوم وعبادة وصلاة وغيره، وهو الكسل اتملك منه لحد ما جه عليه العشرة الأواخر من رمضان، فيبدأ يقول لنفسه أنا خلاص أنا ضيعت رمضان مني ومش هعرف أعمل أي عبادات تاني. وللأسف رمضان يخلص والعيد يدخل عليه ويندم على الفرصة اللي فاتت. وفي نفس الوقت شاب تاني زينا برضه بالظبط، بس كان فاهم حاجة واحدة، اللي فات مات، المهم العشرة الأواخر، فقرر يضغط على نفسه وقضى بقى العشرة الأواخر قيام ليل وصلاة وصدقة وقراءة قرآن، وبقى يختار الدعوات اللي نفسه فيها كلها، حتى الأحلام المستحيلة بالنسبة له، والدعوة كانت بتطلع من قلبه، والنتيجة ربنا حقق له كل دعواته حتى اللي كان شايفها مستحيل.